بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى المرسلين. إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بألف خير وتكونوا بصحة وسلامة وعافية. في هذا الفيديو إن شاء الله نتشارك معكم بسطيلة ديال الدجاج كتجي معلكة وفي واحد اللاطة اللي هي مستطيلة. هي في العادة كنديروا بسطيلة ديال الدجاج في لاطة دائرية، هذه ديال اليوم جربتها في لاطة مستطيلة. مع المقادير كنحتاجو الدجاج، تقريبا عندي هنا فروج ديال 2 كيلو ديال الدجاج هاد الدجاج مقطع الى 4 قطع ومنزوع الجلد. عندي 2 كيلوغرام ونصف من البصل اللي غنطحنو في الميكسور. عندي باقة مقدونس حتى هو غنطحنو في الميكسور. وعندي عروشة ديال القزبور، تقريبا واحد الربع باقة ولا اقل. عندي عواد من القرفة وزعفران شعرة وزنجبيل، ملعقتين من الزنجبيل، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، أنا ما كنكترش منه أو ما يسمى بالإبزار. وعندي الزيت والملح وملعقة كبيرة من العسل أو أكثر. كناخد داك البصل والقزبر والمقدونس وكنطحنهم أنا في الميكسور وكنضيفهم على الدجاج ديالي، وكنضيف عليهم عطرية اللي هي كما قلت إبزار وخرقوم، ملعقة صغيرة من الخرقوم وزنجبيل. ممكن لي نضيف حتى نصف ملعقة صغيرة من القرفة، وكنضيف قعقلة وبسبيسة في جانب الطنجرة باش من بعد كنحيدهم او كنزولهم، هادو اختياريين. والزعفران شعرة طبعا. هاد قطع الدجاج ديالي من بعد ما طبخات جيدا كيف ما لاحظتوا كنحيدها من الطنجره وكنفتتها لقطع صغار. الا لاحظتوا في اول الفيديو راه كنت داك الصدوره ديال الدجاج شقيتهم باش تدخل فيهم شرموله مزيان. هنا كناخذ البيض وكنضيف له ملعقه صغيره من القرفه وماء الزهر، وكنضربو جيدا باش نضيفو على الضغميره ديالي من بعد ما توقف داك الضغميره اللي حيدت منها طبعا قطع الدجاج. ملي كتوقف داك الضغميره مزيان، يعني كتشرب الماء ديالها، كنحيد منها واحد الملعقه كبيره تقريبا وكنضيفها على قطع الدجاج وكنخلطها جيدا مع داك قطع الدجاج وكنحطهم جانبا باش كيزيدوا يتشربوا لي داك الضغميره اللي رجعت خاتره كيف ما قلت لكم. هنا عندي اللوز اللي سبق لي، هذا كيلو غرام الى ربع من اللوز اللي سبق لي سلقته وقشرته جيدا. هنا عندي قطع الدجاج والبيض اللي مضرب والعسل باش غنضيفها مع اللوز. ممكن لكم تضيفوها حتى مع التغميره الا كانت متوفره عندكم. بالنسبه للوز طريقه القلي ديالو كيتقلى في زيت بارده وعلى نار جد هادئه باش ما يتحرقش من برا ويبقى طري من الداخل. ها هي التغميره اللي قلت لكم كنضيفها على قطع الدجاج وكنخلطهم جيدا فيها وكنخليهم يتشربوا لهاد التغميره مزيان باش كيجيو لذات، لان كاين داك الطروفه ديال الستر اللي ما دخلت لهمش هاد التغميره مزيان باش داك قطع الدجاج يجيوني لذات. من بعد داك التغميره من بعد ما حيت منها داك الملعقه الكبيره وضفتها على الدجاج، ها هي شوفوا الشكل ديال التغميره ديالي شربات مزيان. كنضيف لها داك البيض، وهنا هاد المرحله هادي كنحتاج التحريك الجيد، ضروري من التحريك ولا راه غتلصق لينا حتى ما كتبقى لي تقريبا حتى نقطه ديال الماء كيرجع على شكل حبيبات. هادشي كيشرب الماء جيدا وكيرجع ناشف. هاد المرحله كما قلت كتحتاج التحريك الجيد. اذا كنستمر بالتحريك حتى كنحصل على واحد الضغميره اللي حنا غنشوفوها كي دايره. ها هو الشكل النهائي ديالها، هي مازال سخونه. درتها في واحد المصفات باش الا كان باقي فيها شي نقيطات ديال الماء باش ما تجينيش بسطيله ماويه تجي ناشفه. ها هما قطع الدجاج اللي ضفت ليهم داك الضغميره. كنضيف ليهم شويه ديال سنيده، يمكن لكم تضيفوا حتى العسل الا كانت متوفره عندكم، وشويه ديال القرفه، وكنرجع نخلطهم جيدا. ومن بعد كنتقل، ها هي الماء اللي لاحظتوا اللي هبط لي من الضغميره. ومن بعد كنتقل للوز، كناخذ كيلو غرام الا ربع من اللوز وكنضيف له ملعقه صغيره من القرفه، تقريبا ملعقه كبيره ديال سنيده،
يمكن لكم تضيفوا حتى العسل، وكنضيف الزبده وداك سنيده. راه عندي معها شي حبتين ديال المسكه حره مدقوقين مع داك السنيده، وكنخلط هادشي جيدا. كنضيفوا حتى العسل باش تجيني معلكه، هاد الخليط يجي معلك. وكنتقل للمرحله ديال التعمر ديال البسطيله ديالي اللي كندير فيها ضغميره من التحت وعليها قطع الدجاج وعاد اللوز من الفوق. وكنسد هاد البسطيله ديالي. هنا عندي كما قلت لاطه اللي هي مربعه، هي عاده كنديروا اللاطه في بسطيله دائريه، هذه مربعه حتى هي كتجي الشكل ديالها رائع. وكنمشي بالترتيب كنسد هاد الوريقات كيف ما كتلاحظوا. حتى بالنسبه للدائريه كنفرج وحده من التحت وندور هادو في الجوانب، ونمشي كنسدهم بالترتيب حتى كنجمع البسطيله ديالي كامله. وكتدهن جيدا بالزبده باش كيجي هاد الوريقات كيجيو مقرمشين كيف ما كتلاحظوا. يمكن لكم تجمعوهم باصفر البيض ولا بالفرص والماء، كاين اللي كيجمعهم بالفرص والماء، كاين اللي كيجمعهم باصفر البيضه. ومن بعد كندفعها للفران. شوفوا معايا هاد التعليكه ديال اللوز كتجي رائعه بهذا الخليط اللي قلت لكم: زبده وعسل وسنيده وقرفه وما زهر وشويه د المسكه حره مع اللوز، كيعطيوه حتى واحد المذاق اللي هو رائع. اذا كندهن بالزبده كما قلت وباصفر البيض باش نجمع هاد الورقات وما يجيوش معجنين. دائما الورقه ملي كنطلقها في اللاطه من التحت ضروري ندهن بالزبده، واي ورقه زدتها كندهن بيناتهم بالزبده باش كيجيو هاد الورق مقرمشين وما يجيونيش معجنين كما قلت. اذا هنايا باش نجمع بين الورقات كيتدهنوا باصفر البيض، ومن بعد غنسقيهم بالزبده وندخلها للفرن. كنكون كملت هاد البسطيله ديالي، ومن بعد كتلمط من الجناب بحال اللي كتلمط الفراش. اذا كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي هاد البسطيله ديالي بالتغلاف كما قلت. الا بقى شويه ديال الزبده وصفر البيضه كنجمعهم بجوج وكندهنها كلها بهم. هاد الورقه كلها كيف ما كتلاحظوا، وكتدخل من بعد للفرن. كنشعل عليها من التحت. يمكن لكم تضيفوا واحد الورقه من الفوق باش ما تحرق لكمش البسطيله. كنشعل عليها من التحت، ومني كنشوفها طابت كنشعل عليها من الفوق. هذا الشكل النهائي في طبق التقديم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.